ريكوستات كتير بتجيلي ما بتنزلش ليه، الكونتنت بتاعك وقف ليه؟ انا الصراحه يا جدعان مشارك في بطوله العين الدوليه الكلاسيك في الشطرنج تحت اشراف احمد عدلي والاتحاد الدولي للشطرنج. البطوله صعبه جدا وانا كنت مبسوط جدا اني شاركت في بطوله زي دي، وانا في نفس الوقت بمتحن بكالوريوس. انا في هندسه وبمتحن بكالوريوس. الصبح بيكون عندي امتحانات وبالليل بيكون عندي بطوله. محتاج دعواتكم ومضغوط جدا فعلا الفتره دي. انا شاركت في البطوله وانا عندي امتحانات بمتحن بكالوريوس، يعني اما هتخرج يا مش هتخرج. شاركت في البطوله كنت بذاكر شطرنج بالليل والصبح اذاكر للامتحان. والصراحه البطوله دي علمتني كتير جدا ان انت لو عندك حلم او هدف لازم ان انت تجري وراه ولازم ان انت تحاول تحققه. الحمد لله انا في البطوله يعني مستوايا مش احسن حاجه بسبب الضغط اللي انا فيه، بس انا كنت مبسوط ان انا كنت جزء من البطوله دي، وان البطوله دي علمتني واستفدت منها حاجات كتير جدا. وبحب اوجه الشكر لكل الناس اللي وقفت جنبي، للكابتن محمد ابراهيم ما سابنيش لحظه لحد ما وصل معايا للمستوى اللي انا فيه ده دلوقتي. وعايز اوجه برضو الشكر للجراند ماستر باسم امين، اعلى تصنيف في تاريخ مصر والعرب وافريقيا، لان فعلا كان بينصحني دايما كتير. كان بيقول لي ان اي جوله هتلعبها اعتبر دايما ان الجوله دي بالنسبه لك بطوله جديده. يعني مثلا لو هتلعب الجوله الاولى فدي بطوله، والجوله الثانيه دي بطوله، وانت بتلعب البورد، يعني مش بتلعب عشان عايز تكسب، انت بتلعب عشان عايز تلعب اللعبه دي، فانت بتلعب البورد. فشكرا جدا للجراند ماستر باسم امين، وبجد كان نفسي تكون معايا في الفيديو ده، وانا بشكرك ودايما هفضل اتعلم منك. شكرا جدا للجراند ماستر احمد عدلي على تنظيم البطوله الجميله جدا دي، بجد من احسن البطولات اللي حصلت في مستوى العالم.